السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشتوني والله بعد أجازة العيد. فيديو. يعني إيه تروح تشتري زبادي تلاقيها بايظة من براند معروف في مصر، والزبادي كلها بايظة. يعني إيه مش اكسباير، يعني مش منتهية الصلاحية ولا حاجة. الراجل والتلاجة خمس درجات، يعني التبريد كويس. طب إيه هل بقى من غش الألبان؟ هل بقى من المواد اللي بيحطوها على الألبان الزبادي ضربت مثلا؟ آه مش فاهم. طب ما تيجي نشوف الفيديو كده، والراجل مصدوم بيفتح قدامنا علبة ورا علبة ورا علبة، ولقى كله بايظ. شوفوا كده الفيديو. ده الهايبر اهو. ناخد مجموعه من اللي موجوده من التشغيله اللي محفوظه المفروض هنا اهي. مش العلب سليمه كلها العلب. بس يلا حضرتك الفيديوهات. بص يا باشا، بص يا باشا، بص يا باشا، بص يا باشا، ده اول واحده. ماشي، بسم الله. بص يا باشا، ده تاني واحده. طبعا احنا عندك في الهايبر طبعا مش هقول ايه احنا فين، في اي هايبر يعني. ماشي، ادي رقم التشغيله بتاعته وده البتاع. احنا جايبينها من عنده يعني. دي سليم. شايف يا باشا؟ طبعا انا هحاسب عليهم طبعا، لان طبعا انا اللي طلبت فتحهم وهحاسب عليهم طبعا. دي خلاص تمام. نيجي بقى اللي بعد منها. ها؟ انا رحت هناك صورت من هناك. ايه؟ درجة الحرارة، درجة حرارة الثلاجة هناك. احنا لسه جايبينها دلوقتي من قدامهم. درجة حرارة الثلاجة 5 بس عشان سوء التخزين اللي بيقول عليه. ماشي؟ احنا خدناها لسه واخدينها من دلوقتي. هنشوف المجموعة اللي معانا الثانية. اهي قدام المجموعة الثانية اهي. الموضوع ده افور معانا باسبوع، وكان رد اسلوب للاسف سيء. طلع عشان البيه اللي يرد عليا يقول ان ايه. محمد شايف؟ تخيل دي شركة جهينة المفروض ان احنا بنثق فيها بقالنا فترة. شايف؟